السلام عليكم. اليوم راح نخدمو التفاح تاع الطاجين الحلو، يجي معسل وخفيف وبنين. جربوه. نحتاجو هنايا كاس سكر، نضيفوه في الطاوة تاعنا، ونحتاجو عود تاع قرفة ما يكونش كبير، كمية قليلة باه ما يطلقش بنا قاوية. ونديرو كاس تاع ماء. ضفت كاس الاول، دوكا راح نضيف الكاس الثاني باه نخدمو شربات، ونحركو مع التحريك المستمر. لازم يذوب السكر هذاك قبل لا نحطو فوق النار، واكيد راح تبقى نسبة قليلة نكمل نذوبها على النار. هنايا كنت فتحت القارص، حبة تاع القارص تاعنا، نص حبة نديرو مع الشاربة تاعنا كما شفتوا لي في الفوطو. ماهيش ذايب السكر كامل، بس انا ذوبتوش. لازم مع التحريك المستمر باه يذوب داك السكر. اذا خليناه ما حركناهش خليناه يذوب وحده راح يتحجر لكم من بعد وما تكونش النتيجة مليح. هنايا كنت قشرت التفاح تاعي، قشروه مليح مليح التفاح باش نطيبوه في هذا الشربات. هنا كانت قلب لي الفوطو معذره. نحكم هذوك التفاحات تاعي بعد ما قشرتهم. كما راكم تشوفوا في الفوطو، حبه القارص اللي كنت عصرتها عاودت مسحت هذوك الحبات به. علاه؟ باه ما يكحالوش. كما على بالكم التفاح كي يطول برا يكحال، كي ديروا بطريقه كما هكذا ما يكحلكمش التفاح تاعكم، يبقى اصفر يهبل لونه ويقعد لكم مده شهر، اكثر من شهر يقعد لكم. نتوما مستحضرين عليه في الثلاجة. هنايا بعد ما طابت الشاربة تاعي وغلات مليح، لحت الحبات تاع التفاح يطيبوا، ونقعد نحرك فيهم في وسط هذيك الشاربات. لازم تمس الحبات كامل، ونغطي عليهم مدة 7 دقائق حتى 10 دقائق، كل واحد على حسب الحجم تاع التفاحات تاعي. شوفوا هنايا بعد ما طابوا نحيتهم، شوفوا كيفاه جاو طريين، بنتهم هايله. وتزينوا بهم طاجين الحلو تاعكم. راني كنت دايره الوصفه تاع الطاجين الحلو، تقعدوا ترجعوا ليها وتشوفوا كيف خدمت الطاجين الحلو وزينت به. وكاين اللي يقدروا يقطعوهم الحبه تاع التفاح، انا هنا فضلت نخليهم كاملين.